السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله هنعمل النهارده فراخ مشويه بدبس الرمان وزيت الزيتون وتوابل جافه. وصفه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. معايا 3 معالق كبيره من دبس الرمان. هبدا اضيف لهم 3 معالق كبيره من زيت الزيتون بالتدريج. هضيف معلقتين وفي اخر الفيديو هضيف معلقه. وهبدا اضيف بعد كده معلقتين من عصير الليمون ومعلقه كبيره من صلصه طماطم الجاهزه، ومعايا معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة ومعلقة صغيرة بصل بودرة ومعلقة صغيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ ومعلقة صغيرة من 7 بهارات، عشان أنا محتاجة زعتر وكبابة صيني، ف7 بهارات بيعوضني على إن أنا أجيب كل حاجة فيهم لوحدها. هبدأ أخلطهم كلهم مع بعض. هنا السائل جامد شوية، فهبدأ ان انا اضيف المعلقة بتاعه زيت الزيتون، يبقى الوصفة كلها 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون. وهنا معايا 3 قطع من الفراخ، ممكن تعملوها بدبابيس او اي حاجة، ومعايا فلفل اخضر دواير، ومعايا بصل ابيض دواير مقطعة دواير. الوصفة دي جميلة بتتبل، تبلتها من بالليل للصبح، وبعد كده جيت ضفتلها شوية من المية ودخلتها على الرف الاوسط في الفرن، وضفت معاها في الفيديو بطاطسيتين على اساس ان هي تكملة للوجبة. وصفة سهلة وبسيطة وبتدخل الفرن وهي متغطية من الوش بتاعها. بعد كده بنشيل، لما بتستوي بنبدأ نشيل ونديلها الشكل بتاعها من فوق، التحميرة اللي احنا محتاجينها. وصفة سهلة وجميلة. طبعا بنزود لها شوية مية دافيين قبل ما تدخل الفرن. هنا ببدأ اخلط كل المكونات، وبدأت ان انا اعملهم اتبل بيهم الفرخة، وهبدأ ادخلها هسيبها هنا تتبل حوالي 12 ساعة. كل ما بتفضل في التتبيلة كل ما بتكون اجمل. وصفة جميلة جدا. ممكن تضيفي لها بطاطس لو انت حابة، بتبقى زي المشوية او ما تضيفيش عادي. هنا دخلتها الفرن وطلعت بالشكل ده ما شاء الله، وصفة جميلة. وهنا كنت عاملة لسان عصفور مقدماه معاها. طبعا بعد ما باتت تاني يوم زودت المية المغلية وزودت معاها البطاطس. وصفة سهلة وبسيطة، واهم حاجة ان احنا بندخلها على الرف الاوسط وان احنا بنغطيها. شكرا لحضراتكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.